الحلى اللذيذ البارد السريع، الشكل الجميل دوت، بورقة جلاش بقى قطعناها رفيع جدا وفككناها من بعض. وفي صينية بايركس مش مدهونة نزلنا بربع الكمية، كمان حطينا معلقتين سمنة بلدي، ونزلنا بربع الكمية التانية وحطينا برضو معلقتين سمنة بلدي. كل طبقة بحط لها معلقتين سمنة. وبعدين حطينا اخر طبقة وزدنا عليها السمنة. هنا الكمية كانت كبيرة جدا، قسمتها على صينيتين. وده شكلها لما ابتدت تحمر ابتديت اقلب فيها، وكل ما ادخلها الفرن واخرجها اقلب فيها شوية لحد ما تاخد كلها لون واحد. في العجان بقى ونزلت بكيس كريم شانتيه، وكمان نزلت عليه بنص كوباية لبن مثلج، وكمان نزلت عليه بتلج. ضربنا بقى الكلام ده كويس 5 دقايق كده، قعدت اضرب فيهم شوية. وبعدين لما اتجانسوا مع بعض اللبن والكريم شانتيه نزلت عليهم بكيس كريم كراميل. وبعدين هنا وش الجلاش اتحمر وسبته لما برد، ونزلت عليه بمعلقة سكر بودرة وابتديت احطه في البولات. الكريم شانتيه حطيت كمان عليه حوالي 3 معالق قشطة، هي ما اتصورتش هنا. وبعدين ابتديت ازين الطبقان، وده شكلهم. بعدين ابتديت اجملهم بقى. هنا حطيت جوز هند مبشور، وهنا حطيت كريم كراميل، وهنا حطيت شوكولاتة. بعدين على الحرف بقى ابتديت احط شوية جلاش ادوا شكل حلو. ودخلتهم التلاجة ساعتين على الأقل علشان يبردوا. وهنا شكلهم بقى بعد ما خرج من التلاجة. أنا بحب بالكراميل، شكله تحفة وطعمه في منتهى الجمال وخفيف جدا، تحلية كده لذيذة. وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت جميل زيكم، وصحتين وعافية على قلوبكم.